السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسكوت حلو قوي وسهل قوي. على فكرة انا بحب اخش في الوصفة على طول. هنا معايا كوباية زبدة بالتلاجة، ومعايا هنا كوباية سكر بودرة. هضرب السكر مع الزبدة. على فكرة انا بضرب بالمعلقة، انت ممكن تضربي بمضرب عادي، بس انا بضرب بمعلقة عشان اخليها سهلة عليكي. يعني لو ما عندكيش مضرب تعمليها عادي. هخلي كده بقى السكر والزبدة يدوبوا مع بعض كده لحد ما يبقوا كريمي بالشكل ده. هنزل عليهم بنص كوباية زيت، وبرضه هضربهم كويس. معايا هنا بيضتين، هنزل ببيضة بالتدريج وهضربهم برضه. ومعايا هنا نص معلقة فانيليا، ما تكتريش فانيليا عشان ما تمررش. وهنزل كده بالبيضة التانية وهضربهم كويس قوي. معايا 3 كوبايات ونص دقيق. قبل ما انزل بقى بالدقيق هشيل منه 3 معالق بالظبط، وهنزل بقى بنص كمية الدقيق على الخلطة اللي معايا دي. وبعد كده هنزل بمعلقة بيكنج باودر ما تكونش كبيرة، وهنا رشة ملح، وهضربهم شوية. وبعدين هنزل بمعلقة نشا. معلقة النشا دي بتخلي البسكوت ناعم، بتخليه جميل قوي وملمسه حلو وناعم. وهقلب كده بالراحة، هو ما بيحبش العجن البسكوت خالص. وهنزل كده بباقي الدقيق، وهحاول بقى الم الدقيق كده بالراحة لحد ما احس ان الدقيق اختفى معايا تماما في العجينة. بعد كده بقى كده خلاص، هي كده تحس ان هي ملزقة. بس انا بعد كده هقسمها نصين. في طبعا 3 معالق دقيق انا كنت شايلاهم، اللي انا قلت لكم هشيلهم على جنب. هقسم بقى العجينة دي نصين، نص هحط عليه ال3 معالق دقيق، والنص التاني هحط عليه 3 معالق كاكاو اسباني. هنا انا بحط الدقيق على البسكوت، على العجينه بتاعه البسكوت. وبعد كده انا هحاول المه بايدي بقى بصوابعي، علشان خاطر المعلقه بقى مش هتنفع تلمه خالص كده. فهحاول المه بصوابعي، بس اهم حاجه ما بيتعجنش. هو ما بيحبش العجن خالص، هو بيحب كده يتلم بالراحه. وهتلاقي العجينه معاكي طريه وناعمه وجميله. هتحسي بقى ان العجينة مش ملزقة، وهتتلم في ايدك وتيجي تشكليها هتتشكل معاكي عادي بشكل حلو كده. اهي كده زي ما تشكلت كده بالشكل ده. كده العجينة 100. كده خلاص هنركن بقى العجينة دي على جنب. وهنجيب بقى العجينة، نص العجينة التانية، وهنحط عليه الكاكاو. وبرده بنفس الطريقة، بعد ما اعملها شوية بالمعلقة هلمها بصوابعي. وبعد كده هكون مجهزة معايا صاج، حاطة فيه ورق زبدة، واقوم مشكله بقى. هوريكم هشكل ازاي. وبعدين في التشكيل ده عندك قطاعه شكلي بيها، عندك كوبايه شكلي بيها، مش هتفرق خالص هتشكلي بايه. المهم ان انت تشكلي بالشكل اللي انت عايزاه واللي يعجبك. ما تخليش حاجه تأيدك ابدا، ما تخليش حاجه تقولي لا انا ما عنديش ده فمش هينفع اعمله. لا، لازم كل حاجه تبقي عاملاها وتبقي عامله حسابها، انك لو ما عندكيش هتتصرفي. هنا بقى عندي كيسين تلاجة، هحط واحد من تحت وواحد من فوق كده، واحط العجينة. وهجيب النشابة وهفردها بيها. انا هستخدم القطاعة اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي. هقطع بيها كده، هتبقى شكلها كده على انه شكل وردة او حاجة، هتبقى شكلها حلو يعني. بصوا كده انا فردت العجينة. العجينة هتتفرد، هتبقى حوالي 2 ملي، ولا هتبقى تخينة ولا رفيعة، مش هتبقى تخينة خالص. والوقت كده انا هقطعها بالقطاعة وهوريها لكم بقى تبقى عاملة ازاي. هتبقى جميلة قوي وشكلها شيك. لو عندك كوباية ما فيهاش اي اشكال ولا اي رسومات اعملي بيها برضو، هيطلع حلو ويطلع جميل. بس انا كده بقى بحاول اطلعها من الكيس. بس انا هحاول بقى انضف بقى كل اللي حواليها ده، واخلي الورد بس عشان اعرف اطلعه بقى بسهولة. وايه رأيكم في شكله؟ باقي العجينة اللي انا شيلته من حوالين الورد ده هرجع احطها تاني على الكيس من غير معجن ومن غير اي حاجة، واحط عليها الكيس وافردها تاني واشكلها برضو بنفس الطريقة. هيكون معايا بقى الصاج اللي انا هشتغل فيه. هفرش في الصاج ورق زبدة، وهرص بقى فيه البسكوت بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. هرصه. هو العجينة البيضة دي هتعمل لي صاج واحد، وبرضو العجينة الشوكولاتة هتعمل لي برضو صاج واحد، هيبقوا صاجين يعني. اهم حاجة في الموضوع ده بقى انك بتعملي الحاجة دي بحب. بتبقي عايزة تبسطي ولادك وتعملي لهم الحاجات اللي هم نفسهم فيها واللي هم عايزينها.
فبالتالي بتحاولي بقدر الامكان ان انت تبذلي اي مجهود عشان تسعديهم وتبسطيهم. غير كده بقى انت واثقه في الحاجه اللي بتعمليها، واثقه في نظافتها، واثقه قد ايه انت بتحاولي تحافظي على صحه ولادك. فعشان كده ما بتحاوليش تعملي اي حاجه او تجيبي اي حاجه انت مش عارفه مصدرها ايه او معموله ازاي. هنا كده دي عملت كده الصاج التاني، ده برضو عمل صاج. هنا كده بقى دخلته الفرن على حرارة 180، بيقعد حوالي ربع ساعة. بس لازم تقلبي الصاج كل 3 دقايق وتبصي عليه. لو حسيتي انه احمر من تحت، اطفي الفرن وولعي الشواية من فوق دقيقة بس عشان الوش يحمر. هنا بقى انا كان عندي شوكولاتة مسيحاها، حطها في كيس وفتحة الكيس كده فتحة صغيرة بالمقص. وهمسك بقى كل بسكوتاية كده من على ظهرها، واحدة بيضة وواحدة سودا، والزقهم في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده انا خلصت كل الكمية. لو عجبكم الفيديو شيروه واعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.